مرحبا بكم في فيديو جديد. احداث جديدة من لالا العروسة. كيف ما شفتوا معنا في العنوان، من بعد ما شفنا اقصاء ممثلي طنجة، يعني كيف ما قلت لكم في الاحداث السابقة بان الساروت غادي يستعمل ضدهم. ممثلي طنجة كيف ما كنتو كتشوفوا انهم كانوا غادي يدوزوا، حيتاش كوبل المانيا كانوا عندهم النقاط ناقصين كتر من الكوبل ديال طنجة، يعني كل ما استعملوا الساروت ديالهم ضدهم، يعني كانوا كوبل طنجة هما اللي غادي يدوزوا وكوبل المانيا هما اللي غادي يتقصاو. ولكن للاسف تستعمل الساروت، طلبوا منهم ان لي كوبل كاملين خصهم يستعملوا السوارد فهاد البرايم. شفنا للأسف كما قلت لكم خروج ممثلين طنجة، يعني الأغلبية كيبغيو ممثلي طنجة، ولكن كاينين ناس أخرين كيبغيو لي كوبل اللي باقيين. فكيف ما شفتوا أن في الأسابيع اللي مرت كانوا معنا كوبل ديال تارودان، هما اللي كانوا كيسيروا الدار، يعني هما اللي تكلفوا، هما اللي كانوا مالين الدار وكيسيروها. يعني من يدخلوا لي كوبل المسابقة راه ما كانوش معاهم كوبل تارودان، ولكن هما راه كانوا داخلين في وسط البرايم، ولكن ما بانوش، هما كانوا غير داروا شي تصاور مع الفنانين المغاربة اللي غناو لينا الاغاني ديالهم الجميلة، المغنية رجاء بلمير وكذلك الاخ ديالها عمر بلمير. لذلك شفنا ان كوبل ديال تارودان جا ودار تصاور مع هاد الفنانين، ولكن هما ما كانش عندهم الحق انهم يبانوا مع لي كوبل اللي بقاو، حيت مول الحكمة كان قال لهم نتوما غادي تبقاو غير في دار العرسان، يعني هادشي اللي كاين. المهم غادي تشوفوا في هاد الاسبوع ان شاء الله من بعد اقصاء عماد وبرانسيسا، كذلك شفنا الام ديالو اللي كانت حزينة، طبعا ما كانتش باغية تخرج. هادشي كامل دارتو يعني الام فاطمة على قبل الابن ديالها، كانت كتقول يعني بغيت تولي تا هو تكون عنده الدار. شفنا البكاء ديال عماد، يعني تا هو عينيه تغرغرو بيبكي، والبرانسيسة حتى هي طبعا اللي ما كانتش باغا انها تخرج، ولكن للأسف هذا هو قانون اللعبة، ديما كيكون معنا واحد خاسر. ايوا هادشي اللي كاين. وكيف ما كتشوفوا ان هاد لي كوبل ديال طنجة كسب الحب ديال الجمهور، واللي كيحب كوبل طنجة وكان كيتمناه انه يبقى حتى الفينال يكتب كوبل طنجة او ديما طنجة في التعاليق. وانا كنشوف بان الاغلبية كانوا باغيين كوبل طنجة هما اللي يبقاو وهما اللي يفوزوا باللقب، ولكن هادشي ما كتابش ليهم انهم هما اللي يكونوا يفوزوا باللقب. فغادي نشوفوا الرجوع ديالهم، رجوع ممثلي طنجة اللي غادي تشاهدوهم معنا انهم غادي يكونوا، ولكن ما غاديش يكونوا في البرايم السادس، يعني ما غاديش يكونوا في البلاطو تاني مع العرسان كيف ما التارودانت. يعني المفاجأة اللي موجد ليهم مول الدار، يعني غادي يقول لهم بان ممثلي طنجة غادي يبقاو في دار العرسان، طبعا يعني هما اللي غادي يسيروا الدار كيف ما طرا مع كوبل تارودان. فطبعا ممثلي طنجة هما اللي غادي يسيروا الدار، ومول الحكمة كيف ما كتعرفوا غادي يكون موجد مفاجآت كثيرة لكوبل. وهنا فين غادي تكون تاني التنقيط، غادي يسولهم شكون اللي باغي يبقى كوبل طنجة هو يسير الدار، وشكون اللي ما باغيش بان كوبل طنجة هو اللي يبقى يسير الدار. وهنا فين غادي يكون التنقيط الثاني، يعني غادي يشوف هو القرار ديال كل كوبل، واش غادي يبغي كوبل طنجة يبقى اولا كاين بعض تاع الانحياز الى كوبل تارودان، حيتاش بغاو كاملين وفرحوا ليه، وبان كوبل طنجة ما غاديش يبغوا. بطبيعة الحال كنتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو يكتب لي في التعاليق شكون هما لي كوبل اللي شاك فيهم انت بانهم ما غاديش يبغوا كوبل طنجة يكون هو اللي كيسير معاهم في الدار ويبقى هو في الدار معاهم ويسير ويتكلف. شكون هاد لي كوبل اللي ما غاديش يرضى على هذا الشيء، وانا عارفو نتوما كتبوا لي في التعاليق. المهم كاينين مفاجآت كثيرة، يعني هاد لي كوبل اللي باقيين هما اللي باقيين في المنافسة، هما اللي غادي يتنقطوا على هاد الشيء اللي غادي يديروا هادوك الربعة لي كوبل اللي باقيين. اما ممثلي طنجة فما عندهمش، وما علاش غادي يتنقطوا اصلا،
انتوما صافي اصلا غادروا المسابقة، ولكن باقين في الدار، ما بقوش داخلين في اللعبة بصفة نهائية. المهم هذه معظم الاحداث، وكان معكم المرصد، وشكرا لكم، ونتشوفوا في الفيديو الجاي.